اليوم قصتنا مختلفة عن أي قصة قد سمعت فيها سابقا. قصة أوشكت أن تصبح القضية الأولى في اليمن. قصة قد تغير مجرى التاريخ اليمني، وسببها امرأة. وإن كنت ما تعرف الحكاية، اليوم راح ننقل لكم الحكاية كما وردت. بالبداية نعرف عن هذه الامرأة. هذه الامرأة تدعي وتقول أنها ابنة الرئيس الراحل صدام حسين، لكن 40 مليون يمني مختلفين، فلكل واحد منهم رأي آخر. نبدأ نشرح لكم بداية إيش اللي حصل، واللي حاصل إنه هذه الامرأة تعيش في إحدى الفلل، وتقول أنها ابنة صدام حسين، وأنه هذه الفيلا ورث من والدها. ولكن ظهر واحد آخر يدعى فارس مناح، واحد من أشهر تجار الأسلحة في الشرق الأوسط، ويقول أن هذه الفيلا هي فيلته، وأن من تدعي أنها أميرة صدام حسين ليست ابنة صدام حسين، وإنما اسمها الحقيقي سمية الزبيري. ومن هنا بدأت فتلة الاشتعال. المدعية بأنها ابنة صدام حسين راحت واستنجدت بالشيخ حمد بن فدغم من قبائل دهم في محافظة الجوف، وضعت له القضية وإثباتاتها، فما كان له إلا التصديق، ونزل مع رفقائه عشان يأخذوا بحقها. ولكن حصل غير ما كان متوقع، تم حبسه وحبس من ادعت أنها ابنة صدام حسين 50 يوما في السجن. وهنا حصلت بعدها المفاجأة الكبرى. ظهر الشيخ في مقطع فيديو معتذرا قائلا أن من تزعم أنها ابنة صدام حسين هي في الحقيقة سمية الزبيري، وأن المنزل هو منزل فارس مناح وليس لها أي علاقة فيه. وظهر الطرف الثالث وهم عائلة الزبيري، من يدعوا أيضا أنهم أهل سمية، وأنه هذا والدها وهؤلاء إخوانها، قائلين أنها ابنتهم وأنهم من قبائل أرحب. هل تحسب القصة خلصت؟ لا، ما خلصت، ولكنها عادها بدأت. رحل حمد بن فدغم تاركا أراضيه وأملاكه إلى قبائل الجوف، باكيا مستغيثا بهذه القبائل لكي يتم إنصافه، وأنه تم إجباره على قول ما قاله سابقا، وأن سمية هي ابنة صدام حسين. وبدأ الترند هنا بالاشتعال، فبدل أن كان هنالك 3 أطراف أصبحت الأطراف عديدة جدا. فقبائل أرحب خرجوا وأنكروا أن سمية بنت القبيلة، ولكن قبائل أخرى طلعت وقالت لا، هذه سمية الزبيري، وأن حمد متعاون مع جهة أخرى. طيب يا وليد، خارجنا هل هي بنت صدام حسين أو لا؟ انتظروا، ما خلصنا. التمت القبائل من كل الأطراف، قبائل تابعة لحمد وقبائل تابعة لفارس مناح. ظهر المكتشف الذي لا مثله مكتشف، طرف محايد بس بخطارة، ما تقدر تعرف مع من هو، لأنه من زمان معروف أنه بعدة شرائح. قال: اسمعوا يا أهل اليمن، لا تضحك عليكم امرأة وتلعب على دقونكم. أنا قد حطيت من قبل 10,000 دولار تحدي تحليل DNA، وطلع خبري صادق. هذه ما لهاش دخل بصدام، لا من بعيد ولا من قريب، وسيري وحجر سايره. طيب إيش؟ في الأحداث الأخيرة ظهر فارس مناح. قال: اسمعوا يا أهل اليمن، أنا مستأجر هذه الفيلا من علي الأحمر، وهذه هي أوراقي. فطلع البخيتي وقال: هاي شفتوا، أنا قلت لكم. فقام البخيتي كما قال بالاتصال على علي الأحمر، وعلي الأحمر قالوا فعلا أنا أجرت له الفيلا. ورجع البخيتي اتصل بصدام حسين، قال له: يا أخي مالك؟ صدام حسين اللي أرعب دول بيجي يخبي بنته عن زوجته ساجدة، بيفتجع من زوجته انت صاحي، ولو كانت تقرب لصدام حسين هل كنا بنخليها تتبهدل في اليمن؟ مالك يا بخيتي؟ قال له: والله صادق. وراح البخيتي راكض بدون ما يغسل وجهه ينقل لنا هذا الخبر. ولكن الناس والتعليقات عندهم رأي آخر. مثلا هذا التعليق، قال له: سألك بالله، أكبر تاجر أسلحة بالشرق الأوسط هيجي يستأجر فيلا إيجار؟ مالك يا بخيتي؟ اصحى. وهذا التعليق أيضا، قال له: معقول يا بخيتي علي صالح الأحمر ما يعرف فارس مناح عشان يأجر له عبر وساطة، عبر حسن الشاطر؟ هذا كما قال البخيتي أنه أجر له عبر وساطة عن طريق حسن الشاطر. وفي ناس آراءهم مختلفة، في ناس آراءهم مع علي البخيتي، وقالوا إن هذا مشروع مدروس، درس لإقامة الحرب في اليمن. فأنا عارف أن أنا ما خرجتكم في الطريق، أنا محتاج رأيكم أنتم، فكلموني أنتم لوين راح توصل هذه القصة، وإيش خاتمتها، وهل هذه هي ابنة صدام أو لا؟ سلام.